في القرن الرابع حوربوا وحاربوا وعدى الموضوع لحد ما ظهر العلامة الفارقة. أنا بسميه زي الفلسفة كده بيسموه العتبة الفارقة، ما قبله غير ما بعده في تاريخ الإسلام، أحمد ابن تيمية. أحمد ابن تيمية كل انقسام الإسلام وشيعه والحروب والحرب الطائفية اللي احنا لحد النهاردة تكفير السني للشيعي وتكفير الشيعي وعداوة الشيعي وده رافضي وده ناصبي وده صوفي أضرحي وده بتاع الأضرحة ولازم نهد الأضرحة، كل ده سببه شخص اسمه أحمد ابن تيمية بلا نظير وبلا يعني أخ ولا شبيه ولا. أحمد تيمية هو سبب ده كله المباشر، ولذلك هم يلخصوا الإسلام كله السلفيين في أحمد بن حنبل وهو منهم بريء، ثم أحمد بن تيمية، ثم محمد بن عبد الوهاب. بعد 500 سنة من ابن تيمية خد الآراء دي وقعد يكبر فيها بقى وكله بقى مشرك وكله بقى كافر، اللي هي ما تسمى دلوقتي الوهابية. السلفية من أحمد بن تيمية، عشان كده زي ما بقول لكم دايما كل بين سطر وسطر كلمة وكلمة لازم يقولوا شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. بالمناسبة أنا عايز أقول لكم هي دي السلفية اللي أنتم مش عارفينها. اوعوا تفتكروا إن هم ناس بس بيصلوا كتير ومتشددين وبيطيلوا الذقن وبيشيلوا الشارب وبيلبسوا جلابية قصيرة. دي الشكليات اللي بيخدعونا بيها، لكن الداخل موضوع كبير جدا فيه الدماء مستحلة، لأن احنا كلنا بالنسبة لهم على العقيدة الباطلة اللي هم بقى ادعوها مع أحمد بن تيمية، لا مفوضة ولا مؤولة. ربنا له جوارح زينا بس احنا ما نعرفش شكلها ايه. نعرف على طريقه اعرف عدوك زي ما قلنا ايه هي السلفيه. ومعلش المصطلحات كانت، لكن في الاخر لما بنتكلم بتلاقيها سهله جدا وما هياش تابو وما هياش حاجه صعبه. السلفيه كفكره وكعقيده اكبر خطر قبل حتى مشكله الدوله وفكره الدوله وان احنا بنتهاوى امامهم. لكن أنا بكلمكم حتى عن الدين من القرن الخامس الهجري. السلفية هي ضربت الإسلام في مقتل، ضربت الدين في مقتل، في العقيدة وفي الشريعة في الفروع. العقيدة بالذات هي الأشد، هي اللي راح فيها الدماء وقطعت فيها الرقاب. السلفية خطر كبير، لا تعتقدوا زي ما هم بيبسطوا المسألة وقولوا كده للناس البسطاء اللي مش قادرين يقروا ولا حتى يسمعوا البرنامج ده أو يتواصلوا مع الفكر ده. قولوا لهم السلفية ليست إن والله زي ما بيقولوا أنت تسمع كلام أبو بكر وعمر وعثمان وعلي تبقى سلفي، طب اسمها أبقى مسلم. أما السلفية هي مذهب يجب زي ما قال الشيخ أحمد الطيب إن لم نحذفه من حياتنا نشطب عليه، على الأقل هم يدينوا بين نفسيهم. لكن يقولوا لنا ده المذهب الأصل والأعم في الإسلام، لا. لكن كمان يكتبوا الدستور الدولة المصرية العظيمة ويقولوا أهل السنة والجماعة فيه عشان يسترقوا هم المصطلح زي ما سمعتوا أنهم بيقولوا إحنا أهل السنة والجماعة والباقيين مبتدعة وضالة، تبقى المصيبة مضاعفة. المصيبة مضاعفة بوجود السلفية أصلا في حياتنا. يجب حذفهم، يجب طردهم من حياتنا وعودتهم لتجمعاتهم الصغيرة القليلة ويعملوا بقى اللي هم عايزينه في نفسهم. أما يفرضوه علينا كدين لا، أما يفرضوه علينا كدولة وكدستور لا وألف لا. ونعيد هؤلاء القوم إلى كهوفهم، يروحوا الكهف بتاعهم يخليهم زي ما هم شايفين ان هم صح واحنا كلنا على الضلال. شكرا يا سيدي، بس مالكش دعوه بدولتنا وكمان مالكش دعوه بديننا.